استثنائية أنا، ربما لا أحد يراني كذلك، ولكنني واثقة أني كذلك. أنا ابنة 20 خبرة، 30 نضجا، 40 وقارا، 50 رزانة، وكلما زاد عمري عاما امتدت جذوري بأعماق الأرض عمقا. أنا ابنة المرادفات، فبين الصلابة واللين والقسوة والحنان، وبكل موقف أكون كما يجب علي أن أكون. والله لن تبقى وحيدا، إن من سواك باق حين لا يبقى أحد. يوما سيجبرك اللطيف بلطفه، إن الشدائد لا تدوم إلى الأبد. والله لن تبقى وحيدا، إن من سواك باق حين لا يبقى أحد. يوما سيجبرك اللطيف بلطفه، إن الشدائد لا تدوم إلى الأبد. يا رب استجب لي، ما أعجز عن قولي، فأنت أعلم بكل دعوة تحتبس في قلبي، ولا أعرف كيف أرفعها إليك. اللهم إنك حسبي ووكيلي وقوتي. اللهم إنك أنت جابر كسري، وأنت من يطيب جرحي. لا تجعل حاجتي بيد أحد من خلقك، واكفني بك يا واسع العطاء. ندعوك أن تطهرنا من جميع السيئات، وأن ترفعنا عندك أعلى الدرجات، وأن تبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة الدنيا وبعد الممات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديثنا اليوم عن البكاء من خشية الله وعظمة الأجر المترتبة على هذا العمل. هل بكيت يوما من خشية الله؟ هل ذرفت دموعك يوما كأمطار السماء حبا ومهابة وحياء وشوقا إلى الله؟ هل ذكرت الله يوما خاليا لوحدك فانكسرت خجلا واستحياء لفضله وحلمه عليك وإعراضك عنه؟ إن كنت من هذا النوع من البشر فأبشر بالخير، فقد أتت المبشرات المتواترات من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، كناية عن الاستحالة. حديث صحيح صححه الألباني. نعم يا أخي، لعل عبرة واحدة فقط تسح منها الدموع هي الفكاك، وهي نجاتك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحديث المتفق عليه: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. انظروا إلى عظيم فضل البكاء من خشية الله. الله أكبر.